الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهنا وسعادة يا رب. طبعا انا نقلت المطبخ، نقلته على السلم هنا، قلت اغير لكم. بيتقال على بوتاجاز بعين واحده، شوف اسمه ايه بقى، ولا شعله ما اعرفش اسمه يعني. قلت ايه اعمل هنا يا جدعان. خلينا في المهم، مش عايزين لك يعني. هتشوي ايه النهارده؟ بصي بقى كده، هعمل لكم استردين المشوي. استردين المشوي حلو الكلام. الاكله دي مفيده وصحيه، واحلى حاجه فيها ان كمان بتتشوي يعني. ام محمد هتبقى دكتوره النهارده. بصوا استردين البلدي بتاعنا الحلو الجميل ده. طبعا هي طريقه تانية، مش لا هقولك تقليه ولا هقولك تعملي صينيه، هقولك تشويه زين من غير ما ينشف منك ويبقى زي العسل كمان ان شاء الله. وعلى فكره ما بيغيبش في النار ولا اي حاجه، بس ناخده بس الوقت ايه، نستفيدوا من الوقت ايه، نولعه بس ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي عشان تشوي اي سمك لازم ان انت تسخني الصاجه بتاعتك. الحاجه اللي هتشوي عليها ما ينفعش تحطيها على النار وهي فيها ايه، ميه او كده، لابد تكون ناشفه تماما. حلو الكلام. طبعا عبال ما تسخن الطاسه معلش الصاجه، يكونوا ايه، نعملوا ايه التحديقه اللي هيتحط فيها الايه السردين. طبعا هي عباره عن ايه، حاجه سهله قوي. بصي عباره عن توم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس النبي يا حبيبتي ما تنسيليش في اللايك والاشتراك في القناه. عن توم وفلفل وملح وكمون وكزبره ناشفه. وطبعا لو عايزه شطه حطي حبه شطه عادي يعني. يبقى ملح وكمون وكزبره ناشفه وتوم وفلفل ايه اخضر او فلفل احمر، الفلفل اللي عندك خالص ايه حطيه. حلو الكلام. ولو عندك حبه شطه حطيه بتبقى حلوه. طبعا الحاجه اللي مش شطه بتبقى حلوه يعني. اكله النهارده سهله وسريعه، وعلى فكره السردين ما بياخدش في النار حاجه خالص. تسخن بس الصاجه، وبقول لك نكمله ازاي، واكون دقيت الايه التحديقه بتاعتي. بصوا يا حبايبي، الرده بتاعتنا اللي هي بتاعت شوي السمك، اللي هي الرده او الرداده اهي بتاعتنا اهي. نقوم بقى كده السردين. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى حاجه بحطها كده وتتقلب كده، اسهل كمان واسرع. بس زي ما قلنا ايه، لازم الصاجه تكون سخنه. رصي حاجتك. السردين ده بتبقى سمكه سمينه، لو ما بيقعدش في النار حاجه على الاول، بس ما تسود، بس مش كتير قوي. هوريكي دلوقتي هتشيليه امتى ايه انت ماسكه مقلباه وشايلاه علشان ما ينشفش منك، ولو نشف مش هيبقى حلو. امن الصاجه عشان بس ما اطولش عليكي واوريكي نعمله. بصوا يا حبايبي، يلا بينا بقى ايه، ما قعدش في النار حاجه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تستنيش عليه لما يسود كله ينشف منك، لا، خلي ايدك فيه كده. والله بتبقى اكله بسم الله ما شاء الله عليها، بتبقى جميله. طبعا اللغماء ايه تقلبيه، لكن اللي هو ايه لسه بتلاقي، بصي اول ما تلاقي الديل بتاعه بدا يسود من بصي اهو. بصي شوفي الديل من هنا اهو، ساعات ما تلاقي الديل ده كده قلبت. لسه برضو فاتحه ايه شويه، نصبر على حاجه. بصوا يا حبايبي اهو كده اهو. بس تلاقي واحده. بصوا اهي تاني. اهم حاجه بس ما تتكيش عليه في السوا جامد، عشان ما ينشفش منك، عشان ايه استرجينا سمكه صغيره ما بتاخدش ايه نار جامده. تفضلي ايه ايدك فيه كده ايه وعينك عليه، هو ما بياخدش حاجه يعني. هو بسم الله ما شاء الله السمك ده ممكن اعمله في حدود يعني 10 دقايق كده ولا حاجه، حسب طبعا النار اللي عندك. بس انت ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه. بصوا يا حبايبي، شوينا السردين. بصوا اهو شويناها. تعالوا بقى بصوا ما اوريكم لكم شكله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في اللحم والله بسم الله. مش على فكره قبل ما انسى، السردين لما بتشويه ما بتشيليش بطنه، بتسيبيه زي ما هو، بتشويه زي ما هو كده.
انت مش عايزه تاكلي، طبعا البطن ما بتتاكلش، بترميها عادي بعد ما بتشويه، لكن هو بيتشوي بحاله كده زي ما هو، عشان البطن ساعات بتبقى فيها سمنيه بتسوي استرجينه بالعجله، وبتبقى ايه، بتبقى حلوه وطريه معاكي كده. يا رب فيديو النهارده يكون يعجبكم، وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.